خاص بهذا الشهر، كلمنا عليه أستاذ. شكرا جزيلا لقناة النهار لك على اهتمامها واستضافتها لنا من أجل أن نتكلم عن رمضان، خاصة الأيام قريبة. فنحن نهني كل الجزائريين والجزائريات اللي استعدوا لهذا الشهر، وخاصة ربات البيوت. وإحنا في حصة في دارنا أنه إن شاء الله رمضان هذا السنة يجي كل أبنائنا أتموا الامتحانات، أتموا الجامعة إلى الابتدائي إلى المتوسط الثانوي، فإن شاء الله يكون فرصة. إحنا شعارنا هذه السنة رمضان فرصة للصوم والإحسان، ربطنا بالإحسان لأنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يقول صفة الصوم وكان أجود الناس. فهو رمضان من الجانب الآخر هو فرصة للتنافس في الخير، تطوع بالجهد بالمال، سعادة لصناعة التآلف والأخوة والوئام بين المجتمع الجزائري. فاحنا نقول لكل رب أسرة ولكل سيدة في منزلها أنه أولادنا الآن رجعوا للمنزل، كملوا دراستهم، يشكروا رب العالمين. الآن نشحنهم فرصة لشحذ الهمم لتقوية الإرادة، الصوم والإحسان في فقراء، آلاف الفقراء، آلاف العائلات مساكين. حين يلحق رمضان هذا الناس من حقها تفرح، تتزين الموائد والأسواق نتاعنا. فشبابنا لابد أن يهب ما يخلي حتى واحد إلا ونقدم له يد المساعدة. لذلك جمعية جزائر الخير سطرت عدة برامج تتعلق بالجانب الاجتماعي والجانب التربوي. الجانب الاجتماعي عندنا حوالي 5 مشاريع انطلقنا منذ أول ماي. فأولا اتصلنا وطنيا وتم كل ممثلي المكاتب الجمعية في لقاء، خططنا واش نديروا، كيف نحسنوا حوالي 10% إلى 20% من الجودة حتى نحافظوا على كرامة مواطنينا. نحاولوا نوصلوا لأبعد نقطة، نحاولوا نوصلوا للفقراء للمساكين، نحاولوا نقدموا خدمة لكل الميسورين كي ما ينتبهش مشغول إلى آخره. فهذه فرصة نتاع رمضان حين ما يكونوا الشباب يوصلوا بأنه هذه فرصة يساهم. هذه البلاد أعطتنا كل خير، فلا بد أن نتحرك في شهر رمضان بكل خير. عندنا المشروع الأول وهو مطاعم الخير. الآن يعني احنا نستبشر خير بشبابنا اللي بدأوا يتجندوا كاين في الامتحانات ويتواصلوا مع المكاتب، يقولوا مجرد ما نكملوا الامتحانات. على فكرة يعني نسبة كبرى من الطلبة الثانويين والجامعيين 80% من هؤلاء الشباب أهل الخير يعني بدأوا اللي يسلموا لنا أماكن مطاعمهم كانوا يشتغلوا فيها في رمضان، وقفوها من أجل أنها تكون للخير. ايضا كاين بيعطونا محلات، كاين اللي يعطوا سكنات الى اخره. على سبيل المثال العاصمه الان في يعني جاهزه حوالي 5 مطاعم، وربما من اليوم الاول في رمضان تكون 10 او اكثر ولما لا. احنا مشروعنا حوالي 200 مطعم او اكثر عبر الوطن، نحاولوا نستوعبوا فيها لانه كاين كثير من الجزائريين اللي يشتغلوا في ولايات الكبرى، في ولايات اخرى مش في، لانه لقمه العيش يخدموا على اولادهم، ربي يقويهم. وحنا نشجعوا ان رمضان مش شهر كسل، ولكن لا بد ان نقدم لهم يد المساعده. المطاعم تكون مغلقه، الاسعار مكلفه، وفي رمضان يتكرم الناس وتتفضل. يعني هذا فضل رب العالمين. اذا رمضان كان للاكل والنوم معناه هذا العباده. أستاذ ماذا بينا احنا هذه الرسالة اللي نوجهها من البرنامج، أنه شهر رمضان مش فقط الشهر للصوم، لكن فيه هو شهر للإحسان لفعل الخير. ويعني أنا نشوف جمعية جزائر الخير مش يعني هي دير مجموعة من المشاريع، بداية من مطاعم الرحمة حيكونوا في مختلف الولايات، يعني مش فقط في الجزائر العاصمة، لا في كل الولايات، في تمراس، في تندوف، في بشار، في تلمسان، وهران، عنابة، الجلفة، باتنا، يعني برج بوعريريج، تيارت، غليزان، يعني في كل الولايات. في الولاية كاين الولاية اللي فيها 5 6 محطات في دوائر في بلديات مختلف الجهات. عندنا حتى في أقصى نقطة في الحدود في تمراس، يعني في التي زواطين فيها شباب ما شاء الله، يعني قاموا العام الماضي بنشاط جيد، والعام هذا مستعدين أيضا قدموا مساعدة. عندنا مشروع آخر أيضا الثاني وهو مشروع القفة المحتاج. عندنا في مشروعنا حابين نقدم مساعدة للسنة حوالي 100,000 عائلة، قدموا لهم مواد غذائية ضرورية، لأنه كاين الناس هذا الشهر يعني فيه صعوبة مصاريف مع موسم الصيف مع نهاية الدراسة. فنحاولوا نوفروا، احنا وسطاء خير، نوفروا فرصة يتكفلوا كثير من المحسنين يساهموا من أجل أننا نقدموا يد العون لهذه العائلات الفقيرة. والله حين ما نشوفوا الأرامل اللي في العاصمة، يعني في العاصمة وبضعة آلاف مش قليل، فما بالك الولايات النائية اللي عندها 5 أولاد 10 أولاد 8 أولاد إلى آخره.
في الايتام وتشرف عليهم. يا حليل ناس راهي واحد يخدموا 3 4 في البيت وما قدروش يعني. فماذا بينا نقف معهم وقفه. وانا نحيي السيدات والساده اللي في هذه الايام تواصلوا. كاين اللي حدد من الان قال انا عندي كم من وجبه نتكفل بها، كاين اللي قال انا مواد غذائيه يقول لي انا الخبز علي هذه الجهه معينه نساهم بكم خبز يوم وهكذا. حتى المناطق النائيه نعم بالطبع اللي حتى المناطق النائيه احنا عندنا القوائم مسجلينها على طول السنه يعني، لانه الجمعيه الان منذ 5 سنوات وهي تعمل في هذا النشاط الخيري. والحمد لله السنه الماضيه كان حوالي 4000 شاب تجند. في هذه السنه بالمناسبه من خلالكم نوجه النداء الاول للشباب والشابات المتطوعين انهم يتقدموا. ابسط شيء يتصلوا بنا بالرقم المركزي ونوجههم للولايات والبلديات. الرقم الهاتفي اللي هو يعني حنعاودوا عفوا استاذ حنعاودوا نوليو نعطوا الرقم الهاتف باش يتصلوا بكم كامل المتطوعين واللي يحبوا يفعلوا الخير ايضا في شهر رمضان. في مشاريع واحده اخرى ان شاء الله. نعم عندنا مشروع اخر وهو مشروع موائد الايتام. هذو ابنائنا يعني احنا اللي ما يرحمش اليتيم معناه ما يحبش وليده. كي نشوفوا اولادنا الصباح يعني الانسان لو يحرم ما يشوفش وليده الصباح واللي يكون غايب نقصته حاجه، فما بالنا هؤلاء اللي فقدوا اولادهم. الله يرحم جميع اللي ماتوا بحوادث الطرقات، اللي ماتوا يعني بامراض داء عضال، ماتوا باسباب الاجل توفاهم. ولكن هذه البراءه اذا لم تجد يد حانيه فيعني يحليلهم. فلذلك ما نخلوش واحد يشتكي او واحد يمسح دمعته او واحد يبكي في يوم رمضان. علينا ان نتذكر حينما تكون موائدنا مملوءه علينا ان نملا قلوب هؤلاء الفقراء بالفرحه. هؤلاء شبابنا كم نسبتهم قليله مقارنه بالشعب الجزائري. اذا كنا 40 مليون احنا كي نتكفلوا ب 10 ملايين ونتكفلوا بهم كسوه واكل وشرب شيء قليل. لكن 10 ملايين عفوا على المقاطعه 10 ملايين هو يعني رقم ضخم. وانت كلمتنا مقبل على 100,000 قفه على الشباب على كل العائلات اللي تجندت. احنا جميل جدا ان نوجه رساله ايجابيه لكامل الناس باش نزيدوا نشجعوهم اكثر واكثر. يعني لو فهمنا مليح فيه شباب اللي عندهم حياتهم لكن تخلاوا وفضلوا انهم يتطوعوا معكم. وقلت انه في بعض الاشخاص اللي تطوع يعني قال لك نطيب كل واحد واش يدير. لو نتكلموا على كل هذه الامكانيات البشريه، هل عندكم نقص وراكم شايفين انكم لحقتوا يعني ممكن انكم تغطوا شهر رمضان ان شاء الله؟ نعم احنا نقولوا يعني نتمنوا مزيد اكثر. السنه الماضيه حوالي 4000 شاب يعني يتطوعوا بتطوع دائم. لذلك في هذه السنه جعلنا لهم يعني مبادره. في هذه السنه في نهايه رمضان او بعد العيد بيوم، كاين اللي قبل العيد يوم درنا وسام سيد الناس لكل شاب يستمر وينتظم في العمل نتاع التطوع. مثلا قال ندي ساعه يومين ساعه يومين، قال كل الافطار. ولاحظنا السنه الماضيه 90% من الشباب اللي يعمل يومين يتطوع خلاص تقول له راح افطر ثاني في المنزل. يقول لك لا يجيني نفطر صامت علي انا نفطر مع الفقراء مع المساكين صاروا يفرحوا. حتى الامهات كاين اللي كي شافوا اولادهم يجوا يقول لك والله ما شاء الله يقول لك كنا نتصور اولادنا ما يتحملوش. هذه حاجه مليحه. كاين اللي حتى يجوا يتفقدوهم يشوفوا في الفطور فيخدموا الاخرين حين ما يكملوا كل هذوك الناس اللي يفطروا في المطاعم والى اخره. بعد ذلك بساعه بساعتين فرحانين ما شاء الله عليهم. هذه التربيه لاولادنا. احنا نحمي بلادنا بالتكافل بالتضامن. يعني هذا يعني الاشياء المحدقه بوطننا كما الاوطان الاخرى يعني كل الناس متهدده الخطر، ولكن خير حمايه هو هذا الروح التضامنيه. هذا التربيه الجميله اللي تخلتنا الجزائري من اجدادنا روح الخاوه يعيشوا بيناتهم الجيران مع بعضهم بعض. فاحنا هذا الشباب الان في هذه السنه ان شاء الله نتوقع انه يتضاعف العدد المتطوعين. كما نتمنى ايضا عدد المساهمين بخيرهم باحسانهم بسياراتهم بجهودهم كما وقفوا معنا مرات سابقه نتمنى يتضاعف. كاين بعض الناس يقولوا باللي انا في ظل منذ اسبوعين كي انطلقنا الشباب على مستوى الوطني يجتمعوا بداوا شكلنا الاسبوع الماضي لجان التهيئه والتحضير على مستوى كل ولايه. قالوا الناس كاين التقشف هذا العام وكذا. بدات تجينا الهوات في الولايات ولا قال واحد انا مثلا المطعم الفلاني اللحم انا اتكفل به ما تحرمونيش مثل الاجر. واحد خبرني البارح قال انا كل الحليب ومشتقاته في هذه المدينه هذا كله عليا يعني بانتظام مستمر. يعني سبحان الله هذا شيء خير ربي يسهلها يعني ان شاء الله يا رب. فالصور الايجابيه على فكره موجوده جدا يعني موجوده جدا. كاين ناس معاقين متجندين الان ويطالب يعني بالبذله نتاعو حتى نعطوا له يعني الجيل نتاعو ويمشي للشارع ويتحرك يقول لك انا شهر رمضان راني نعد في روحي حتى نقدم الخير لغيري. كاين سيدات جاوا مقدمين من الان يقول لك انا حابه نقدم اكبر عدد وجه ونخدم اولادي. انا كي نتفكر والدي واش قدموا لي نتفكر المجتمع كيف رحمني نتفكر العافيه اللي راني فيها. وهذا الروح ماذا بنا تعم كل جزائري وكل جزائري. سألتني على المشاريع مشاريع موائد الأيتام. عندنا الآن هذه السنة حابين نتكفلوا ب 10,000
يتيم بحول الله. نعمل لهم حفل يعني في كل ولاية 300 شاب 400 من البنين وبنات، نجمعهم نعمل لهم فرحة ونعطيهم هدية العيد، كسوة العيد، لأنه عيب علينا في جزائر الخير وجزائر الشهداء أنه يوم العيد اللي عنده باباه يلبس اللي عنده ما يصحش هذا. أنا نطلب من كل جزائري وكل جزائرية هذه فرصة على كل واحد أن يتلمس. جزائر الخير، جمعية جزائر الخير أو في جمعية أخرى، علينا أن نكونوا في زي واحد، الفرحة تعمنا، لأن هذه هي حلاوة. كيفاش عفوا أستاذ تكفلوا بالأيتام؟ أنتم توجهوا للمراكز الأيتام؟ لا، الأيتام مش في المراكز فقط، في المراكز في الطفولة المسعفة والأيتام قليلة، ولكن أيتام مكفولين عند أقاربهم، وأيتام مع أم تكفل الأيتام أرملة، يعني عندها أولاد، عدد من الأولاد 5 8 ما تقدر مسكينة. فبالتالي احنا عندنا القوائم عبر الولايات موجودة، القوائم نتابع فيهم، لكن في شهر رمضان هذا نحاول أن نوفر لهم كسوة العيد، نوفر لهم القفة تاع رمضان، نوفر لهم خرجات، نوفر نجمعوهم يعني فرحة، يشاركوا في المسابقات، يحسوا رواحهم مثل البقية، لأنه إذا رمضان كل فئة تصوم وحده، ورمضان ما جاش طبقية، رمضان نصوموا في وقت واحد ونفطر في وقت واحد، إذا تكون فرحة واحدة. هذا بالنسبة للأيتام. أنا نقول فرصة وأنا نشكر يعني الناس، يعني ما نذكرش أسمائهم لأنه حتى هم ما يحبوش. كاين بعض حوالي 3 من الناس كلموني هذه الأيام، كل واحد أعطى رقم ربي يزيد في خيره. واحد قال أنا 300 يتيم خلوها علي، يعطوني المقاييس نتاعهم وانتهى ولا واحد يسمع به. جزاه الله كل خير. نتمنى أن كل الجزائريين يتنافسوا في هذا الخير. عندنا مشروع ثالث وهو أيضا كسوة الفقراء. صحيح كان الايتام كاين فقراء اخرين كثير، الناس محتاجه ما تلحقش، يعني ما تلحقش مساكين، ما تلحقش والله. يلحقوا عود قريب العيد ولازم يعني يشوفوا العشر الاواخر كلها الناس اللي ورا الاسواق، واحد مش واجد. انا كي نقول يعني ندخل في تمر راست ولا نذكر البيض ولا نذكر كاين اطفال يعني السنه الماضيه وجدنا من الجمعيه يعني يقولوا اعطينا اي شيء جديد، يعني ربما كما نقولوا حاجه نتاع 20,000 يفرح بها فرحه كبيره. كاين ناس يقول لك في طبيعه الحال اولاد الصغار الان عاد صارت الكسوه 4000 5000 دينار يعني، ولكن كاين واحد في منطقه نائيه والله حاجه نتاع 20,000 تفرحوا فرحه كبيره. فاحنا ما نبخلوش بهذه، ولذلك يعني احنا في ديننا يعني اللي يتصدق ولو بشق تمره ادخل الفرحه عليه يتنقل. انا نقول لكل جزائري كل جزائري وليداتك الان اللي راهم مجتمعين في هذا قبل رمضان ومريحين، قال يلا نخرجوا روحوا المطعم الخير، يساهم بحتى حاجه بشيء يعني يدي اكله يشارك فيها، يشوف هذوك الناس اللي يفطروا بعيد عن دارهم، يروح يحضر مع الايتام يشوف كيف الايتام راهم يعيشوا كيف الناس يقويهم. هذه اكبر تربيه. صحيح نقراو الدروس نقراو البرامج في المدرسه في الجامعه، ولكن اكبر درس هو درس الواقع، حينما تاخذ يدك معك ويشوف كيف راهي الناس تعيش. مثلا عندنا ايضا فيه ناس افارقه وفيه اخواننا من العرب ايضا موجودين بيننا، هذا شيء مهم، ما ننساهمش. هذا تضامن. انا في السنه الماضيه وفي هذه السنه وعددهم كبير، يعني ربنا قال من قتل نفسا بغير نفس فكانما قتل الناس جميعا ومن احيا فكانما احيا الناس جميعا. شوفوا يفرح باللقمه فرح شديد ويقول الجزائر فيها ناس كرماء. فاحنا ماذا بنا نعبروا عن القيمه المضافه الموجوده فينا، كرم وسخاء ورحمه تكافل في هذا الشهر الكريم. عندنا ايضا يعني الوجبات عبر الطرقات، وهذا التقليد الجمعيه مشات فيه منذ سنوات، ففيه عندنا الحواجز الخيريه يقدموا يعني الوجبات للناس اللي مارين عبر الطريق. فهذه ايضا مشروع يعني راهن ان شاء الله بحول الله هو حوالي 2000 وجبه يوميا فيه. اذا حتقدموا وجبات حتى في طرقات سريعه، الناس اللي ما تلحقش على الفطور حتلحقوا هذا الوجبات اذا في هذا شهر رمضان لكل يتيم لكل فقراء في مختلف الولايات. اذا حديروا مطاعم الرحمه كذلك. اذا مجموعه من النشاطات حتكون في هذا شهر رمضان، وقلنا كان فيه متطوعين شباب جزائريين يحبوا يديروا الخير. انا من خلالك اليوم انا حبيت دير نداء، راهي الكاميرا قدامك، تقول كامل الناس المتطوعين اللي يحبوا يعاونوكم، ممكن حاجه صغيره تفضل قم بالنداء. جزاك الله خير. انا نوجه نداء لكل الشباب وكل الذين تخرجوا الان من الجامعات، اللي تخرجوا من الثانويات، اللي من المتوسط، شبابنا هذه فرصه امامكم تعملوا الخير. رب العالمين يفرج احوالكم، رب العالمين ان شاء الله تلقاوا الخدمه، رب العالمين يسهل للي مقبلين على الزواج، يسهل للي مقبلين على الشهادات ان شاء الله. ولكن علينا ان نبذل الخير. كلنا الجزائريين الحمد لله فيهم هذه الروح الخيره، ولكن علينا ان نعبر عنها. شهر رمضان فرصه للتعبير عن الاراده، ما نخلوش واحد جيعان، ما نخلوش واحد حزنان، ما نخلوش حتى تعمنا الفرحه. شايفين كي تعمنا الفرحه ولو في مقابله كره قدم نفرحوا كامل ونشوفوا الجزائر جميله جدا. فما بالنا حينما نفرح بان كل الناس تاكل مليح، كل الناس تشرب، كل الناس تلبس. علينا ان نغتنم هذه الفرصه. الامور ميسوره. احنا في جمعيه جزائر الخير في الترتيبات هذه منذ شهر. الان المكاتب مفتوحه، الان الشباب بدون المتطوعين اللي يتفرغوا من الان. فاحنا نقولوا اللي يحب يتصل
مباشره على الرقم اللي اتصل. نعم. مباشره 021 21 41 37. نعاود ربما 021 21 41 37. هذا الرقم المركزي حتى يوجهكم الشباب يعني لهواتف كل الولايات وصفحات التواصل عبر الانترنت والتواصل الاجتماعي من اجل ان نهيئ، لانه رمضان اللي ينشط في رمضان لابد ان يكون متهيأ قبل. وانا نشكر اهل العاصمه في هذه الايام يعني وفروا مجموعه من المطاعم، والان واحد منهم بسيارات، اخرين بامكانيات، اخرين بتجهيزات في هذا رمضان. نشكر الناس اللي مدوا تجهيزات تبريد، تجهيزات طبخ، قالوا نساعدوا بها في رمضان الناس اللي ما عندهمش، فجزاهم الله كل خير. ونتمنى ان تكون الهبه كبيره، عدد المتطوعين يتضاعف والمحسنين. ونقول صحيح انه فيه شويه مشكله فيه تقشف، ولكن يا اهل الخير ايها التجار ايها المحسنون ايها الاطباء ايها الصناعيون، هذا شهر رمضان فرصه. نعم. انتبهوا مع اخوانكم، تساعدوا معاهم، يعني تكون الحميم مع اخوانكم، ورب العالمين يفرج على الجميع ان شاء الله، ويرزقنا واياكم كل خير، ويجعل الجزائر بالف خير ان شاء الله. ان شاء الله. كل حاجه يقدروا عليها يجيبوا. احنا ماشي لازم نذكروا المشاهدين، ماشي لازم يعني تكون امكانياتكم ضخمه، امور بسيطه. احلى تحيه نوجهها لكامل شباب الجمعيه اللي تطوعوا، كل واحد تطوع لفعل الخير، نوجه لكم اكبر تحيه من برنامج في دارنا، لان يعني بكم انتم اللي راهو يلحق هذا الخير. ونتمنى من المشاهدين اذا انكم تساهموا بعد مباشره بعد نهايه هذا البرنامج. نطلبوا منكم يعني كرما منكم انكم تتصلوا بالرقم، انهم يتقربوا منكم، وكل واحد يعاون باللي يقدر عليها. يا لو كان كما نقولوا سله تاع خبز، ماشي لازم امكانيات ضخمه مريم باش يديروا. هذا هو المهم. يعني احنا نقولوا نداء لكامل المشاهدات والمشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا، انتم مشاهدينا الكرام تقدروا تعاونوا في هذا شهر رمضان ان شاء الله. ما تقولوش اني ربما حاجه صغيره تقدروا تعاونوا بها، تتصلوا على الارقام اللي نديها لكم رئيس الجمعيه، وما تقولوش انه واش تمدوا كامل حيوصل لهاد الفقراء اليتامى الجزائريين وحتى جانبنا نشوفوا يعني اخواننا الافارقه وتكلمت عليهم، وهذا شيء مهم انا نشوفهم في طرقاتنا. كل الامه المسلمه، كل الدول العربيه الموجوده هنا في الجزائر لازم نعاونوها من خلالكم مشاهدينا الكرام. شكرا لك سيده عيسى بالاخضر على حضورك معنا، ونقول لك ان شاء الله يا ربي حيتصلوا بك الكثير من المتطوعين المحسنين من خلال البرنامج في دارنا ومن خلال قناه النهار لك اللي راهم يتبعوا فينا. شكرا جزيلا لقناه النهار لك على مواكبتها دائما لعمل الخير. ان شاء الله الاعلام هو جزء من المجتمع المدني، ان شاء الله حينما نصبحوا الفرحه الكبرى احنا نفرحوا باعلامنا ونفرحوا بجمعياتنا ونفرحوا بفرحه الجزائر كلها. شكرا.